انا عندي ظروف صعبه، ربنا يعمل ايه؟ اسمع كده، يعمل ايه؟ سايب الظروف الصعبه، سايب، بس عايز يوريك في معجزه بقى جديده يقدر يعملها، حاجه عجيبه. اسمع كده، يقول في سفر حبقوق: الرب السيد قوتي يعمل فيك ايه؟ يجعل قدمي كالايائم، يمشيني على مرتفعاتي. ايه طلع عندك ايه؟ قال عندي مصيبه، عندي كارثه، عندي مشكله ملهاش حل. قال ايه اللي يحلها لك؟ ازاي؟ قال لا مش هيحلها. ايه ده؟ انت جايب من ربنا بتقول مش قادر؟ لا، بقول لك عايز يثبت لك حاجه، مش هيحل المشكله، تبقى المشكله موجوده، بس يعمل ايه؟ يمشيك فوقيها. الذي يمشيني على مرتفعاتي. عندي حاجه صعبه، يعمل ايه؟ يقول لي انا بعديك فوقيها، انا بمشيك عليها، انا بخليك تجتازها، انا بخليها ملهاش تأثير، وكمان تعمل ايه؟ تعديها بسرعة. يجعل رجلي كالقوية. عارفين الواحد لو مننا يحب ينط، جربي كده في البيت، تحب تنطي من نقطة لنقطة، عارفين اكتر حاجة كام؟ اكتر حاجة ما تجيش 7 متر. جربي كده، طيري كده. لكن الغزال ده عارف يعمل ايه؟ ممكن ينط كام؟ 50 متر. يعمل الحركة دي، ينط 50 متر. فبيقول ايه؟ لو عندك مرتفع، ربنا يعمل ايه؟ يعمل ايه في رجليك؟ يخليك زي الغزال. انك تعمل ايه؟ تتعدى الظروف. هي موجودة، المصايب موجودة، والكأسة موجودة، والضيقة موجودة، والمشكلة موجودة، بس ربنا قادر يعمل ايه؟ يمشيك على المرتفعات. وبعدين تشكر ربنا، تقول له بشكرك لانك عدتنا ظروف ايه؟ صعبة، عدتنا ظروف صعبة.